في كتاب كيف تمتلك زمام القوة في قاعدة بتقول ساعد ناس أقوى منك، وهي القاعدة مرتبطة ارتباط وثيق في رقم 17 بالنسبة لريال مدريد، لأنه ثلاثي ألفارو أربيلوا وفاسكيز وحاليا راؤول أسينسيو كانوا من أضعف اللاعبين، كلهم لبسوا رقم 17، كانوا من أضعف اللاعبين في ريال مدريد على مستوى الجودة، ولكن وجودهم كأساسيين بسبب أنه القاعدة بتقول إذا اشتغلت مع ناس أقوى منك ما تحاول تنافسهم، ولكن قدم شيء يعود عليهم من نفع والفائدة، حسسهم بأنك مفيد. وهذا النوع من اللاعبين ملتزمين منضبطين تكتيكيا، عندهم انتماء وولاء للفريق وتفاني في العمل فعليا. ومثلا ألفارو أربيلوا قال عنه مورينيو انه ما بيعطيك 10 من 10 ولكنه لا يعطيك 3 من 10، ممكن يعطيك 6 أو 7 من 10، ولكن هذا دليل على التزامه وانضباطه التكتيكي. وهذا النوع من اللاعبين إذا عاش في بيئة داعمة من زملائه أو من مدربينه بيقدم لك أداء وأشياء غير متوقعة، لأنه تقديره لنفسه بيرتفع بشكل كبير جدا. أبرزها الثقة اللي سدد فيها فاسكيز ركلة الجزاء الشهيرة في نهائي ميلانو عام 2016، وكمان الكثير من المباريات اللي قدم فيها أربيلوا أداء ممتاز جدا.